النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم الكبده اللي هي كبده الفراخ. انا جبت كبده، غسلتها وقطعتها الكبديه على نصين. وكمان كان في اللي هو القلب اللي بيبقى الصغير دوت، فتحته وقطعته كده بالشكل ده اهو. شلت منه الدهون وفتحته نصين، وشلت منه بيبقى فيه بقايا دم هنا، دي شلتها. وبعد ما قطعتها نقعتها في خل وملح لمدة 5 دقايق، وبعد كده رحت شطفتها وصفيتها كده. لازم تصفي الكبده قبل ما تبداي تشتغلي بيها بالشكل ده، ميبقاش فيها اي بقايا ميه خالص اهي. وجبت 4 قرون فلفل وقطعتهم قطع صغيره كده بالشكل دوت. معايا كمان معلقه توم مهروس كبيره. لو ما عندكيش توم مهروس بتجيبي راس توم وتقطعيها او تدقيها في الهون. معايا هنا توابل، ملح، فلفل اسمر، توابل فراخ، كاري. دي التوابل اللي انا هضيفها على الكبده. اول حاجه هضيف الكبده هنا، انا غسلتها طبعا وصفيتها كويس اهي. لازم تنضفيها كويس من كل بقايا الدم اللي بتبقى متجمعه فيها، او لو في دهون كتيره حواليها بتشيليها اهيت عشان ما تبقاش دسمه قوي بالشكل ده. بضيف عليها معلقه الثوم المهروس الكبيره. بضيف كمان التوابل اللي هي الملح، فلفل، توابل فراخ اختياري، لو ما عندكيش خلاص بتحطي الحاجات اللي عندك. كاري، معايا هنا الفلفل اهو هضيفه، وهقلب كل الحاجات ديت في الكبده لحد ما تندمج كلها مع بعض كده، التوابل والثوم والفلفل. وبعد ما هقلبها كلها كويس جدا وتندمج مع بعض، هسيبها لمده نص ساعه قبل ما احمرها. والكبده ديت من الحاجات اللي ما بتاخدش معاكي وقت في التسويه ولا في التجهيز، يعني في 5 دقايق او 10 دقايق تلاقي نفسك خلصتيها وعملتي غدا حلو. دلوقتي انا هسيبها تتبل شويه وبعدين اعملها معاكم تاني. خلاص اتبلت معايا اهي بالشكل دوت اهي. وقبل ما تبداي تطبخيها لازم تقلبيها كده كويس برضو. جبت طاسه وحطيت فيها زيت وهبدا اضيف الكبده، ولازم الزيت يكون مقدوح كويس قبل ما تضيفي ليه الكبده عشان الكبده ما تنزلش ميه. اضيف الكبده شويه شويه. اول ما تتشمع كده معايا نبدا اضيف الكبده الثانيه او الجزء الثاني من بقيه الكبده. ما بتاخدش وقت في السوا. ممكن ناكلها مع السندوتشات، نحطها في عيش ناكلها سندوتشات، ممكن ناكلها مع رز، ممكن تاكليها مع مكرونه. بيبقى فيها نسبه فيتامينات عاليه كبده الفراخ دي، فيها حديد. اهم حاجه وانت بتطبخيها لازم تكون النار عاليه معاكي عشان ما تنزلش ميه. خلاص خلصت معايا اهي بالشكل دوت. حمري. انا هقدم معاها بطاطس ورز بالبهارات وعيش اللي عايز ياكلها في السندوتشات.
وطماطم مخلله بالثوم والفلفل الاسمر والكمون والملح. الكبده خلصت معايا بالشكل ده اهي خلاص، وانا غرفتها، وما كمان معاها الرز بالبهارات وبطاطس محمره وطماطم مخلله بالثوم والملح والفلفل والخل وعيش. هقدمها مع عيش اللي عايز ياكلها في السندوتشات. وده الشكل النهائي لوجبه النهارده او كبده الفراخ، وبالهنا والشفا. واتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.